السلام عليكم. ازيكم؟ كان شفت فيديو كده لطفل صغير. انا مش عايز احكي تفاصيل الفيديو اكيد يعني، لكن اللي وقفني كانت فعلا يعني نظرة الطفل في الفيديو. اوكي. الولد بص كده صعب اوصفها. النظرة دي كانت تحس كده كأنها طفل، مش عارف، كأن الدنيا اكبر من سنه بكتير قوي. كأنه كان في سؤال محيره كده جواه، عارف، وهم عارف وما حدش عنده اجابة. هي المشكلة الصراحة إن النظرة دي فضلت واقفة في دماغي كده شوية، فضلت معايا. وده السبب اللي عملت يمكن الفيديو بتاع الراجل لما نلقت قصص، قعدت أقلب في القصص، أرجع في القصة القديمة، لأن أنا عارف إن في قصة شبه القصة دي، قصة الشاب اللي هو توفى في السجن في الآخر بسبب المخدرات. برضه هي نفس القصة تقريبا. زي برضه حياته، بدأ حياته كده كطفل صغير ومحدش اتمسك بيه، محدش احتواه، واتساب، وفي الآخر اتربى في الشارع. و... و... ودخل الإدمان مش عشان هو حابب يجرب، هو دخل الإدمان عشان هو كان عايز يبقى أقوى من الناس التانية اللي في الشارع اللي بتنافسوا على الرزق. وفي النهاية مات في السجن. لأنه أنا لما، يعني هو لما مات، ولما شفت الفيديو الأسبوع اللي فات، فضلت أسأل نفسي سؤال كده. يعني هو الولد ده لو كان لقى حد احتواه، تمام، ولقى بيت يقعد فيه، هل كان هو ده الوضع؟ أكيد لا. ازاي؟ يعني هل حياته هتمشي بنفس الطريقة؟ طب هو لو كان لقى اب وام اتمسكوا بيه، هل كان هيوصل لنفس النهايه؟ ما اعرفش، وما حدش يقدر يعرف طبعا. لكن كل اللي اقدر اقوله انه في بعض القرارات كبار احنا بناخدها، اوكي، وبتنتهي تنتهي مع اليوم. بس للاسف اثار القرارات دي بتفضل تطارد الاطفال لسنين طويله. آه، ومن يومها في سؤال كده، ومحدش عارف يجاوبني عليه. السؤال في دماغي ومش عارف اجاوب. هو لما الكبار بيتخانقوا، اب وام، مين بيدفع الثمن؟ بصوا، انا مش جاي النهارده عشان اقول ان كل الطلاق غلط، ولا جاي اقول انه الاتنين لازم يكملوا مع بعض مهما حصل. مش هو ده النقطه خالص. هي في بيوت الانفصال فيها انا عارف ان بيكون ارحم من الاستمرار، وفي بيوت الاستمرار فيها بيكون مؤذي للجميع. بس النهارده انا جاي اتكلم عن، لا جاي اتكلم عن اب، ولا جاي اتكلم عن ام، ولا انا جاي اتكلم عن الشخص الوحيد اللي اتاذى في القصه دي كلها، واللي غالبا ما حدش اصلا خد رايه اصلا. انت ازاي؟ اللي هو الطفل. يمكن بحكم شغلي مع الطلبه سنين طويله كده، انا شفت حاجات كتيره قوي زي كده بقى. يعني طلاب يعني طالب تلاقيه مثلا فجاه انهار، فجاه تحول لشخص عصبي، فجاه بقى الولاد ماسكينه بقى تريقه طول النهار، فجاه بقى دايما حزين، فجاه بقى دايما عنيف. في تغير مفاجئ بيحصل في الطفل كده، تقدر تلمسه على طول، على طول اول تفهم على طول ان حصل فيه مشكله فيه، يعني في حصل حاجه. بعدين الموضوع يعني تعالى نسال نفسنا سؤال. يعني تخيل طفل عنده مثلا 8 او 10 سنين، نايم وفاكر ان حياته طبيعيه ونايم في السرير والدنيا تمام، صحي الصبح لقى ابوه في مكان وامه في مكان، والبيت اللي كان يعرفه اختفى، وعايز لازم يسيب بيته ويسيب سريره وما عرفش يروح حته تانيه فجاه، بدون اختيار وبدون تمهيد، ماشي، وبدون ما حد يساله انت عامل ايه، احساسك ايه، تحب نعمل كده ولا لا. يعني لو راح يحط نفسه مكان الطفل الوقت ده، هتبقى آه، تقيله قوي، تقيله قوي عليه. آه، وما عندوش مبرر.
يعني هو بالنسبه له هو مش فاهم، هو طفل مبقاش فاهم ان انتوا بتتخانقوا مع بعض الاسباب، ولا انتوا مش عايزين تعيشوا مع بعض الاسباب، ولا ايا كان. هو بالنسبه له في الاخر ان هو انتوا سبتوا. هو في الاخر دماغه كلها انه لسبب ما حد من الطرفين سابه او الطرفين سابوه. السؤال بقى اللي مجنني اكتر، هو ليه في احيانا لما الكبار بيزعلوا مع بعض بينسوا يشوفوا من الواقف في النص؟ يعني ليه احيانا الاب تلاقيه مركز قوي قوي في الوجع والمضايقه، وانا متضايق من كذا ومش عارف ايه وهي مش عايزه تديني كذا ومش عايزه تعمل لي كذا، والام كمان تركز في نفسك، ده هو اصله كذا وهو اصله كذا وكذا، ونسيوا تماما ان في ولد اصلا في النص هو اصلا بيحاول يفهم حصل إيه. يعني هو مش فاهم. في نقطه تانية اصعب، يمكن اخطر من الطلاق نفسه. اوكي، احيانا بنسمع استحملوا عشان الولاد. طيب، هل كل بيت بيكمل بعد الخلاف بيكمل عشان الاولاد، ولا احيانا بيكمل عشان الخوف، واوقات بيكمل عشان العاده، اوقات بيكمل عشان المجتمع، او انه محدش عارف ياخد قرار؟ تمام. هل ده معناه ان البيت ده سعيد؟ طب هل كل طفل عايش في جو زي كده يكون فعلا في امان؟ يعني في اطفال كتير عايشين وسط صمت، لكن هم حاسين بالتوتر كل يوم. هم عايشين تحت سقف، الصراحه مش موجوده. وفي المقابل برضه الناحيه التانيه، هل كل طلاق معناه نهايه الدنيا، ولا في حالات كان الانفصال فيها كان قرار اقل ضرر؟ بصوا، عشان ما حدش يتوسم ان انا هقول له اجابات، انا ما عنديش اجابات. انا جاي اسال. بيتهيألي ان كلنا لازم نسال نفسنا نفس الاسئله دي قبل ما حد فينا ياخد القرار، لانه الموضوع اكبر جدا من انه يتم اختصاره في كلمه صح ولا غلط. يعني انا ما اقدرش اقول انت صح ولا غلط، ولا غيري، ولا هي صح ولا غلط، ولا انا صح ولا غلط. آه، بس في حته انا مش قادر اعديها. تمام، احنا لما بناخد قرار كبير زي ده بنفكر فيه من اكتر. هل احنا بنفكر في نفسنا ولا في اولادنا؟ هي دي النقطه اللي انا مش قادر اعديها. ماشي. آه، يعني بص كده على السوسايتي حواليك، وبص على المجتمع حوالينا، يا جماعه لا، ثلاث ارباع الناس اللي بتطلق دلوقتي بتفكر في نفسها بس، للاسف. يعني انا فاكر ابويا كان بيقول لي ايه، يعني اليوم اللي مراتك هتبقى في حامل ده حياتك ما بقتش بتاعتك، خلاص. يعني انا ساعتها ما كنتش فاهم الجمله قوي يعني بصراحه. يعني كنت حاسس ان هو بيتكلم مثلا قصده يعني ان انا اوكي هبقى مسؤول يعني، وعليا مصاريف ومسؤوليات وتعب. بس مع الوقت الواحد كل ما يكبر بيفهم اكتر، هو الموضوع اعمق من كده بكتير. يعني من اللحظه دي قرارك ما بقاش يخصك لوحدك، غضبك ما بيخصكش لوحدك، احلامك مش بتاعتك لوحدك. في روح صغيره انت وانتي اخترتوا تجيبوها الدنيا. تمام. الروح دي هتتاثر بكلامكم، قراراتكم، بخلافاتكم، بطريقه حبكم، وكل حاجه، وبطريقه الغضب طبعا، طريقه مشايانكم. يمكن اكبر معنى للابوه لاب وام ان الانسان يتعلم يحط حد في قلبه. يمكن من حقنا نزعل طبعا، ده اكيد من حقنا نتألم، من حقنا نحلم بحياه افضل، لكن مش من حقنا ان احنا ننسى الطفل ده. يعني احنا اللي جبناه. وبعدين اساسا بعد ما الوقت هيعدي، يعني بعد 10 سنين 15 سنه من القرار، لا الاب ولا الام هيفتكروا تفاصيل الخناقه، ولا هيفتكروا مين كسب ومين خسر في الغالب. بس الكبار هينسوا، لكن الطفل غالبا هيفتكر الاحساس، هيفتكر الخوف، هيفتكر الغياب، هيفتكر كل اللي كان نفسه يقوله وما عرفش يقوله، كان نفسه يعمله وما عرفش يعمله. في السؤال اللي مجنني اكتر،
يعني الجيل بتاعنا احنا ده اللي هو الثمانينات ده مثلا، تقريبا هو شهد اكبر نسبه طلاق. الثمانينات وما بعديها، الثمانينات واوائل التسعينات يمكن ده اكبر نسبه طلاق. السؤال بقى، الجيل الصغير ده بقى اللي طالع ده هيعمل ايه؟ اخبار القيم العائليه عنده ايه بقى، واخبار التمسك، واخبار العيله، واخبار الكونسيبت ده ايه؟ ما اعرفش مسؤوليه مين بصراحه. في جيل طالع ما اعرفش يعني ايه عيله اصلا. عشان كده يا جماعه، يعني قبل اي قرار، وقبل اي غضب، وقبل اي كلمه، يدي سنين طويله قوي. يعني في زي نفسي كل اب وام يسالوا نفسهم سؤال واحد: هل فعلا عملت كل اللي اقدر عليه؟ هل حاولت بكل طاقتي اصلح؟ هل حاولت احمي ولادي من اللي جاي؟ وبرضه تاكيدا انا لا بقول الطلاق غلط ولا بقول الاستمرار صح. تمام. انا كل بس اللي بقوله ان الاطفال يستحقوا ان احنا نفكر فيهم اكتر من كده. يستحقوا ان احنا نسمع صوتهم، ويستحقوا ان احنا نفكر نفتكرهم كمان. وان احنا لما ناخد قرارات ناخد بالنا ان احنا القرارات دي بترفلكت في حياه ناس تانية. عشان كده لغايه النهارده كل ما افتكر النظره اللي شفتها في الفيديو بتاع الطفل ده اللي انتشر هو على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت كده، كان واقف كده قصاد البيت بيت حد منهم يعني، وده اللي عايز ياخده ولا التاني عايز ياخده. فبرجع لنفس السؤال. سؤال يمكن ملوش اجابه، والله ملوش اجابه، لكن لازم يتسال. مين فكر في الواد؟